حلقتنا اليوم جدا مهمة جدا، كون هذه الحلقة مرتبطة بالكرد والفرس. الكرد والفرس من يعني عندنا اسم موصول بمعنى الذي أو شخص، وعندنا حرف جر منو. هذا السؤال الصعب حول الكرد والفرس. وطبعا من الشائع أنه معظم المراجع العربية وحتى الغربية إلى حد كبير يعني هي ترى أن كل شيء، يعني كلمة غريبة أو أعجمية يقال عنها فارسية وخلصت الأبحاث. أي شيء متعلق بإيران الحالية اسمها بلاد فارس، الكرد بدو الفرس، هاي بالمراجع العربية. فكل هذه الموضوعات الغامضة، هل هي في جوهرها أو في حقيقة الأمر أو تصمد هذه الدعاوي أو هذا الشائع، هل يصمد هذا الشائع أو هذه الدعوات، هل تصمد أمام البحث العلمي، أمام الأكاديمية العلمية؟ هل بالفعل الكرد ليسوا سوى بادية الفرس؟ هل الكلمات الكردية التي تجدونها في اللهجة الدمشقية أو الحلبية أو في بغداد أو في مصر، يعني الكلمات التي تجدونها في اللغة العربية بمجملها، هل هي بالفعل كلمات فارسية أم أنها كلمات كردية استعارتها اللغة العربية أو حتى استحوذت عليها؟ هل الجغرافيا الإيرانية هي جغرافيا فارسية صرفة وليس الكرد سوى رعاية فيها عبر التاريخ؟ كل هذه الأسئلة يعني سنحاول الإجابة عنها واحدة تلو الأخرى مع الأستاذ مشتاق الباحث. خلينا نقول يعني الرجل لا يزعم بأنه أكاديمي، لكنه باحث مستقل مهتم باللغة البهلوانية، يجيدها بشكل جيد، التاريخ الإيراني بشكل عام شبه متخصص فيه. وأهلا وسهلا بك. يا هلا بك. والمدح وجدنا ذمة. تفضل أستاذ، يعني أعطينا مقدمتك أنت بالبداية ونشوف إيش يطلع معنا من أسئلة في سياق هذا الحوار. بداية طبعا أرحب بالجمهور الكريم، وأحب أقول أنه الحقيقة هاي المشكلة اللي نعاني منها ككرد موجودة في التاريخ وطوال التاريخ ولكثير من الشعوب، ونحن لسنا فقط الذين نعاني منها. فعندما تفتح المصادر تقرأ المصادر، الناس يقولون عن احنا نقول عليهم ألمان، والإنجليز يقولون عليهم جيرمان، والفرنسيين يقولون عليهم ألماني، لكن هم نفسهم خطية بيسموا نفسهم إيش؟ دويتشا، وبيسموا بلادهم دويتشلاند. هذا مثل بسيط. جيراننا الأرمن، جيراننا الأرمن هم بيسموا نفسهم هايك وبيسموا بلادهم هايستان، باقي الناس بتقول لهم أرمن. هكذا يعني نحن كذلك ابتلينا بهذه البلوى، لكن بلوتنا بطبيعة الحال أكبر بكثير. فنحن الكرد نحن لا ليش نكبتنا؟ لأن نكبتنا أكبر. أرمينيا دولة عندها مؤسسات وعندها جامعات وعندها كليات وتدافع عن نفسها وتصلح أخطاء التاريخ مثل ما تريد. ألمانيا عندها مؤسسات ضخمة وتحكي وتقول. إحنا إيش عندنا مساكين؟ هاي وحسين ومشتاق على البث. إحنا نحاول نتطرق لهالموضوع، لكن في أبحاث كبيرة، عندنا إعلام عالمي ليتكلم باسم أمة الكرد، سكان زاغروس منذ الأزل، وإحنا الكرد، ولكن ليس لدينا إعلام. هذا جزء من أنه المشكلة لا تزال قائمة، أننا أمة منكوبة مجزأة لا تمتلك مؤسسات. والجواب وأن مؤسسات، لكن مؤسسات غير فاعلة الحقيقة.
يعني وين هي مع المؤسسة؟ الاسف يعني المؤسسات الكرديه غير فاعله، وحتى غير النخب فاعلة نهائيا، التاريخيه وهم الكرديه غير فاعله. مضيعين راسهم ايضا من رجليهم وما بيعرفوا والله وين حاطهم ولا بيحكوا. احنا عندنا هاي المصيبه، هم بيلتهوا بامور غريبه عجيبه ما بعرف شو هي. طبعا انا ما بقلل من قيمتهم ولا من شأنهم، لكن نحن نحتاج الى مؤسسه ضخمه تدار حتى لو بجهود شخصي، بجهود ناس شخصيين. عندنا مليونيرات بالالاف كرد طايحين في اوروبا وطايحين في بلادنا، قول لهم قدموا $100 لمؤسسه علميه تنقذنا من حالتنا. ليش؟ شو هي؟ لازم عندنا حكومه ولازم عندنا دوله لنسوي هالاشياء؟ لا والله لا، مستعدين سواء كانت يدفعوا $1 مؤسسات واحد او على يعملوا مستوى مؤسسه. يا اخي نعمل قاموس، خلي نعمل قاموس كردي ما عندنا، ويا ويلتها. المهم نرجع انا بعصب شوي، سامحوني اصدقائي بخصوص هاي الامور، لانه احنا نعاني من اهمال شديد، واحنا ما مالين نفسنا ونيجي نلقي بمشاكلنا على الاخرين. يعني احنا نخلي نحل امورنا بانفسنا. هسه خلي كم مليونير كردي يتطوع يعمل لجنه، تعال يا فلان تعال يا فلان اسوي لكم لجنه، اعملوا قاموس كردي. قاموس اللغه الكرديه ما عندنا. احنا قاموس كرمانجي سوراني، واحد بيكتب له كلمتين على الجوجل ما بعرف. المهم نرجع لموضوعنا. هل بالفعل ال الكرد هم بادية الفرس ومن هالنوع هذا وما نراه في المعاجم؟ هل كهذا الكلام خلينا نقول في جوهر المعرفة والعلم ووفقا للمعطى التاريخي، نعم. هل هذا حقيقي؟ الحقيقة أن الجواب بسيط يعني. جدا لدرجة ستتفاجئون منه. جواب بسيط، وهو أننا نحن الكرد أهل زاغروس منذ أيام كهف شاندار. أوكي، وهذا معروف. أول شعب أطلق عليه اسمهم نحن، ومن سمانا سمونا السومريون والأكاديم. السومريون هم مخترعوا الكتاب. قبل السومريين لا يوجد أحد في العالم كله يعرف كتابة. فلا نعرف ما اسم الشعوب العالمية، ما هاي القبائل اللي كانت في العالم ايش اسمائهم ما نعرفها، ما حدا بيعرفها. السومريين بدأوا يسمون الأشياء كتابة وبقيت لنا ومنهم نعرف الأسماء. فهم أول من أطلق على شعب زاغروس، هذا السلسلة الفقرية زاغروس جبازة، أطلقوا عليهم ماذا؟ جوت الجوتيين. وبأطلقوا على بلادهم جوتيوم. قبل أن يكون هناك ميديا، قبل أن يكون هناك بابل، قبل أن يكون هناك فارس، قبل أن يكون هناك أي شيء آخر، السومريون سمونا باسم جوت الجوتيين بالعربية. وجوت لو تشاهد فونمولوجيا يعني صوتيا حسب علم الأصوات، جوت قريبة جدا من كلمة جرد وكرد، وهكذا. وحتى الجبل جودي من جودي، من جود. وجود تعني المقاتل الشديد باللغة السومرية، يسموه العسكري الجندي المقاتل يسموه جود، وهم سمونا يعني مسخرة تاريخية. نحن أول الناس سمينا باسم قريب من اسمنا الحالي وهو جود، ونحن الجوتيين. وهو أقدم اسم، ربما أقدم طيب اسم لحدا يجيني مصلبط على تاريخي ويقول لي أنت جاي من عندي هاي كيف؟ أنا مش فاهم. طيب ورا الجوتيين يابا، راحوا الجوتيين اجوا نعرف بلشوا الناس يكتبون ويسوون ويسجلون ويدونون الاسماء. بيسجلوا اسماء مين؟ ما كلهم شعوب زاغروسيه. الميتانيين، الحوريين، الصوباريين، اللولوبيين، هاي كلهم وين؟ هاي كلهم في قسم زاغروس اللي احنا فيه. منطق غير هذول اجدادنا كانوا قاعدين بنفس مناطقنا يعني ولا شو ولا ايش؟ نحن ما كنا بنسجل يعني الجوتيين ما تركوا لنا شيء، لهذا ما نعرف الجوتيين شو كانت قبائلهم وشو كانوا بيسموا نفسهم. بس في هذه التسميه اللي اطلقها عليها السومريين وما يشبهها، كاردو، كاردا، كلها جود، كاردو، كلها الفاظ متشابهه لان مصدرها واحد، هو المصدر السومري القديم، وبقي الاسم يستخدمونه الآشوريين بصيغه مختلفه قليله، لان هذه الشعوب كانت تكتب. الأكاديميون نفسهم كانوا يكتبون، نحن ما كنا نكتب. لا يوجد سوى الميتانيين هم من كتبوا. الميتانيين هم من كتبوا باللغة الميتانية. لكن هل يوجد كردي لحد الآن مختص
باللغة الميتانية، يعرف قراءة المسمارية الميتانية؟ أنا لا أعرف. يعني نصوصهم معروفة للعمار. مزاعم من بعض الكرد، او يعني قبل فترة حتى صار نوع من المناوشة بيني وبين شخص حول انه يقول انه هو يحكي بكل اللغات او متخصص، خلينا نقول يقول متخصص بكل اللغات السامية وايضا اللغات المسمارية. يعني يعرف يقرأ مسماري طبعا. هذا المفروض يشتغل يروح يشتغل في متحف لندن بيعطوه هيك عنده محاضرة بمكان بإحدى الدول العربية. لأنه لأنه هاي معلومة لكم عشان تعرفوها. المتحف البريطاني في الأقبية، في السراديب تبع المتحف البريطاني، آلاف الرقيمات السومرية موجودة تنتظر دورها في القراءة. انتوا عبالكم قراءة رقم سومري كأنه لعب شطرنج؟ لا يا حبيبي، ما في هذا الكلام. هذا اللي بيقول لكم هيك هذا بيضحك عليكم، هذا بياكل براسكم حلاوة. مين بيعرف يقرأ سومري يا زلمة؟ شو الحكي هذا؟ آلاف أطنان من الرقيمات الطينية في سراديب. شايفوا هذه المعلومة؟ هناك من يتحدثون بها ويعدون على الأصابع في العالم. فلنعود إلى صلب الموضوع. نعم. يعني نحن كل هاي الشعوب، نحن السوباريون، نحن الجوتيون، نحن الكاردوخيون، نحن الميتانيون، نحن كل هذه الشعوب سواء كتبت أو لم تكتب، لأنها كانت تعيش في بلادنا. يا أخي هذا البيت عتيق، أنت عايش فيه، وجدك الرقم 12 كان عايش فيه. يعني شو بدك أكثر هيك من صلة قرابة تربطك بأجدادك؟ ما هو نفس المكان، عايشين بنفس المكان، ما رحنا لأي مكان ثاني، لسه موجودين. طيب. نحن فيها يعني ولسه بنعيش بنفس الطريق. نقطة مهمة يعني بلا مقطوع لحكي. نعم. أنت ذكرت أنه يوجد اسم للكرد في الرقم والمسلات الميسوبوتامية، وأولها وأهمها السومرية، هي الكتابات السومرية. نعم. هل يوجد ذكر مثيل للفرس في تلك الكتابات القديمة؟ لا طبعا. أول ذكر للفرس عدا عن ما ذكر في التوراة أو في سفر أستير، هل يوجد ذكر لكلمة فرس؟ لا يوجد ذكر لكلمة تشبه. شوف، بداية لازم تفهم، واحنا عندنا مشكلة وهي هاي التسميات. يعني احنا ككرد اخذنا هاي الكلمة من العرب وصرنا نستخدمها بنفس المعنى، وهذا خطأ عظيم منا احنا. يعني فرس، هذا العرب يقولون عليهم فرس، والعرب يقولوا عليهم فارس. احنا اخذنا الكلمة من العرب وصرنا نستخدمها، وهذا كارثة. هي مو اسم، ما في شيء اسمه فرس، في شيء اسمه بارسا. أقدم اسم هو بارسوا. الآشورين بيقولوا وين في سنندج الحالي، وين في مهابات، هاي المنطقة كانوا بيسموها بارسوا. هذا أقرب شيء لكلمة فرس أو بارس أو بارسا. بارسا اسم جغرافيا يا أستاذي العزيز. يعني لم يذكر الفرس بحرف الفاء فيما عدا المراجع العربية التي جعلت البي في. نعم، واحنا بنجيبها ونستخدمها بنفس الخلق. فاخترعوا، اسمح لي، المشكلة مو بالاسم. هم يقولون فارس انهم كل اهل ايران ونحن من ضمنهم. هم يقولون الفرس هم كل اهل ايران ونحن من ضمنهم، وهذا خطأ شائع عندهم. طب احنا اخذنا خطأهم، الخطأ الشائع تبعهم، وجينا احنا نطبقه على تاريخنا. ايش هاي الكارثة؟ اعظم من هالكارثة بدك؟ اول ذكر لمنطقة تشبه كلمة بارسا هي مقاطعة بارسا جنوب غرب إيران على سواحل الخليج. هاي اسمها بارسا. أوكي، من إمتى؟ مش من زمن السومريين ولا من زمن الأكاديين ولا حتى من زمن الأمريكي. لا يمكن أن يكون هذا خلينا نقول أنه هو سوء فهم عند الأخوة العرب. يعني هم شعب أجنبي عن المنطقة. يعني اليونانيين أيضا ارتكبوا نفس الخطأ. العالم كله بيرتكب نفس الخطأ بحق الشعوب الأخرى، خطأ غير مقصود. هو غير مقصود. طب احنا الحين في سنة 2023 نيجي ناخذ الخطأ المقصود تبعهم ونسويه تاريخ؟ هاي كارثة والله. نيجي نستعمل الكلمات بنفس المعنى تبعهم. ما انت بتسألني ايش هي فارس، خليني اجاوبك. يعني اول ذكر لبارسا هي مقاطعة جنوب غرب ايران،
ومن يعيش هناك ينسبونهم إليها، ينسب فيقول بارسيان، في اللغة البهلوية يسمونهم بارسيان أي أهل بارسا. وشمال بارسا يعيش قوم من نفس جنسهم ومن نفس لغتهم ومن نفس تاريخهم. شمالهم منطقة تسمى مادة، يطلقون عليها الإغريق ميديا، وهم النفس، ولكن ماذا التاريخ؟ مادقان الميديين، وهكذا. وأول اسم في التاريخ هو اسمنا كما قلت، لا اسم بارسا أقرب كلمة قديمة لها هو بارسوا. في نفس الإطار على مود ما أنسى يعني. الآن شاه إيران هو الذي ذهب إلى الأمم المتحدة وطالب بتغيير اسم مملكة فارس إلى إيران. نعم. ما هو السبب؟ هل هناك أسباب تاريخية؟ طبعا أسباب تاريخية ضخمة. يعني نفهم معنى هذا الموضوع. نعم. نرجع بداية فقط لأذكر لكم أن أول ذكر لمنطقة بارس، نقطة مهمة عشان ما نفقد البداية. أول لفظة قريبة من كلمة بارسا هي بارسوا. الآشوريين كتبوا في رقمهم أن المنطقة الموجودة حاليا في بين بحيرتي وان وبحيرة أوروميا في كردستان، وهي منطقة سنندج وأوروميا، وهاي المناطق كانت تسمى بارسوا. هذا فهمنا ومبين الاسم. فيما بعد نشاهد هذا البارسوا، هذا الاسم الجغرافي انتقل إلى جنوب غرب إيران، حيث كانت مملكة عيلام. بعد أن سقطت دولة عيلام، الدولة العيلامية على يد الآشوربانيبال، على يد الآشورين، حدث فراغ سياسي. هذه القبيلة الآريائية البارسوائية نزلت من شمال إيران حيث منطقة سنندج وأوروميا الحالية وهي قلب بلاد الكرد، نزلت جنوبا إلى مملكة عيلام، إلى منطقة أنشان، وأنشأت مملكة اسمها مملكة أنشان. والعائلة التي حكمت هناك، العائلة الآريائية التي هم من نفس جنس الميديين الذين حكموا هناك، هم العائلة من؟ عائلة هخامنش، ومنهم كمبوجيا الذي بالعربي نسميه ماذا نسميه؟ قمبيز. هذه كارثتنا، نحن نستخدم الأسماء الأجنبية لوصف أسماء. نعم. هلا مفردة عيلام هي إيلام، أليس كذلك؟ نحن أطلقنا، هي ليس لا يوجد لها معنى. يعني هذا إيلام، هذه محافظة اسمها ديبالا، محافظة إيلام، مدينة إيلام، مدينة حديثة سماها في العهد الشاهنشاه سماها إيلام، ولا هي اسمها ديبالا. لا أنا قصدي مفردة عيلام يعني بالتسمية التاريخية الحقيقية. يعني الآن الأخوة العرب لما يكتبوا فيعني مثلا إستار يسموها عشتار مثلا، ومن هذه الأسامي، وتصير نوع من الثوابت لدى الناطقين بالعربية حتى من الكرد، من أمثالي وأمثالك وغيرنا. يعني أنا ما يحدث عندي التباس لأني أعرف التاريخ جيدا، لا يحدث عندي أي التباس، لأن أسمي الأسماء بمسمياتها الحقيقية كما كانوا أولئك يطلقون على أنفسهم. أنا إيش خصني لما يجي واحد مثلا هيرودوت يسميهم، لكن يسميهم باللفظة الإغريقية، لا يوجد شيء هؤلاء. هسه أنت تخيل نفسك، خلي أعطيك نسوي فيلم مثل فيلم كرتون. تخيل أنت يا حسين عندك آلة زمن وترجع لزمن ميديا، أوكي؟ تسأل الناس أين مدينة همدان؟ يقول لك ما في شيء اسمه همدان. طيب تستخدم الكلمة الإغريقية، وين مدينة أكباتانا؟ الناس ما راح يعرفوا أنت عن شو تتكلم، ماكو شيء اسمه أكباتانا، ما راح يفهموك إذا ما قلت هقمتانا عاصمة الميديين، حيث بناها من؟ راح تقول لي بناها دياكو. لا، اسمه ليس دياكو، هذا الاسم الإغريقي لأول ملك ميدي، واسمه إيش؟ دهيوكا. اسمه بلغتهم هو يطلق على نفسه دهيوكا، هقمتانا. وما معنى هقمتانا؟ عاصمة الميديين الكبرى، أعظم مدينة في إيران شرق وفي جبال هقمة. أنا الكردي في خانقين الكلهري لا زلت أقول وشعبي يقول همقة يعني للجميع. ولا يزال الكرمانجي يقول همي، ولا زال السوراني يقول همو، ولا زال في الإيلامي يقول هما. هقمة يعني هما، يعني حمقة.
همقتان يعني كلكم مع بعض، يعني جمع العشائر الميدية في هذا المكان ليبني لهم أول مدينة في زاغروس، مدينة ميدية. همقتان حيث مكان الجمع. هكذا سيفهمك الميدي. لو رجعت في الزمن هو لن يعترف بأنك أنت تقول ميديا. ميديا كلمة إغريقية، هم كانوا يطلقون على بلادهم ماذا؟ يقولون لها بلغتهم ماذا؟ يطلقون على جنسهم آريان، يطلقون على ملكهم أول ملك دهيوكا، ثاني ملك فرورشته، ثالث ملك هو خشتره، آخر ملك أسطيات. خلاص انتهى. ما أنت طالما تذكر الكلمات العربية وتذكر الكلمات الإغريقية راسك الديلكو تبعك راح يفتر يا كردي، راح يفتر ديلكو مالك وما راح تفهم شيء من التاريخ. لازم تعرف هذول شو كانوا بيسموا أنفسهم بلغاتهم عشان تعرف تاريخ مصر. لم تجبني عن سؤالي حول لماذا قام شاه إيران وذهب إلى الأمم المتحدة وغير التسمية من مملكة فارس. نعم، سنة 1935 شاه إيران دولة فارس ومملكة فارس قدمت عريضة لعصبة الأمم، لم تكن أمم متحدة، كانت تسمى بعصبة الأمم، بأن رجاء غيروا اسم هذا الاسم لأنه ليس مطابق للواقع، غيروه من فارس وبيرسيا إلى إيران. لماذا؟ لأن شاه إيران أولا لم يكن فارسيا ولا من جنس الفرس ولا من منطقة فارس. الرجل كان يقولون أنه مازندراني ولكنه من عشيرة البالاني، وعشيرة البالاني كردية ولا زالت موجودة، لهذا سموا نفسهم بالبهلوي. البهلوي رضا بهلوي، ما قال بالاني عشان ما ينكشف أصل الكردي، قال بالاني. فهو ليس الرجل فارسي هو يعرف هذه تسمية خطأ، فكيف إنما سماها باسمها القديم إيران تعني الآريين كما سبق نعم، يعني هناك شائعة أيضا يعني في هذا الإطار أنه لم تكن إيران إيرانا إلا مع الشاه البهلوي. هل هذا لا 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 إيران هي إيران شهر منذ القدم، منذ أيام الأفستا. إيران شطر وإيران فيجا، إيريانا فيجا، أو بالأفستا مذكورة كإيريانا فيجا، وفي النصوص الهخامنشية مذكورة كآريا، وهي مذكور. وهيرودوت يقول الميديين أيام الميديين كانوا اسمهم آريان، هم يسمون نفسهم آريان. عندنا ضيفة أو مشاهدة تقول إن هي بالانية اسمها تارا بالانية. نعم، تارا بالانية من الزنقنة، عشيرة البالاني. بهلوي يعني يا أستاذ، بالاني يعني بهلوي، يعني هي من عشيرة الزنقنة وهي بالانية. نعم، نقول لهم عشيرة البالاني، يعني هي من أقارب الشاه السابق، لكن الشاه السابق أصبح ملك إيران كلها بأكملها. وبالمناسبة الحرس الخاص لشاهنشاهات إيران كانوا كرد فقط يأخذون الكرد. كل الحرس الخاص للشاهنشاه الإيراني كان كرديا من غير جنس الأكراد لا يجلب، ولكنهم لم يصرحوا بأصلهم الكردي، وهذه أيضا جزء من نكبتنا. لحد الآن الكثيرين من الكرد لو صار على مستوى مدير قسم والله ما يذكر أصل الكردي، وهي حقائق. حطوا عينكم وبعين قولوني كذب بتكذب. والله أعرف مدير قسم صاير ما بيسوى فرنك ما بيقول إنه أصل كردي. فكيف هذا شاه إيران؟ ربما يعني سبب تجنب الكثيرين حتى يعني بالاعتراف ببعض الحقائق، يعني انها تتصادم مع مصالحهم. يتصادم لعد لا يدور لي على تاريخ يعني ودولة بيقعد عندي انا الكردايتي ابو الكردايتي والله عشنا دولة كردي بيتبكبك على الكرات، لكنهم لما بيروح وظيفته يتجنب حتى والله تسلم عليه بالكردي يكلمه كلام كردي والله ما بيجاوب عليك. صح، يعني انا هذا تاريخ ودولة. انا بحكي للناس البسطاء العاديين، بدي هذول يفهموا كلامي، الناس اللي حرقتهم مثل حرقتنا ما بوجه كلامي. عندهم مثلا مثقفين وخاصة من كرد روجافا سوريا، متروسين مثقفين، شعبنا متروس مثقف، لكن ينحطوا على الجرح. اللي صار قبل فترة أستاذ، بما أنه نحن أخذنا الموضوع يعني في هاي الفترات بنلاحظ حتى تجنب، أو يعني أنت مدبر نفسك يابا، مدبر راسك تشتغل
وهي جهات إعلامية، جهات سياسية، هي غير كردية، يعني تدعو للوطنيات المعروفة بالمنطقة، الوطنية التركية والوطنية السورية والوطنية الإيرانية ومن هذا الشيء. يعني نعم، أخي أنا مفهوم. مو قلت لك يعني دبر راسك، ما في مشكلة، ما بشغل، ما بكذا، دبر راسك، بس إنك وتسكت عادي، لا إنك تروح تتجرأ على اللي نحن الجماعة اللي ما لنا مصلحة بحدا، نريد نطلع الحقائق. أنت ليش واقف بالمرصاد إلنا؟ يعني هاي قصة هذا تسوون آدم كردي، ده تسوون ما أعرف شنو كردي، انت هيك راح تتحول الى تتناولون انت راح التاريخ تحول موضوعنا الى بالعنصرية. موضوع علم نفس، يعني موضوع علم نفس راح بالضبط، يصير. يعني أنت فوق ما انك دا ترتزق، أوكي، إيه ليش دا تحاربني بعد؟ عقدة ارتزقت الدونية. بالسم الهاري على بطنك، حق كل محاضرة أو حق كل كتابة تكتبها سم يعني يشلع قلبك. هاي ما عندي مشكلة معاك، تسمى، هاي عقدة بس ليش الدونية واقف يا حسين، يا شايل عقدة سيفك وواقف الدونية. قدامي جاي تمنعني اني اطالع الحقائق، على انا الاقل العالم بتعريف الناس تكفى. انا تعرف. نعم. ما في. نعم. الموضوع خلينا لا نروح على علم النفس، الله يرضى بالضبط، عليك على كل حال نص نحن راح كنا راح نلطم. بتاع ايران. خلينا نرجع هسه لموضوعنا من التاريخي. ضمن نعم. السبق اللي انا وانت يعني عملناه، السبق الصحفي حول هذا الموضوع، انت قلت انه لا يوجد شيء. هسه اذا قلت لي تتحداني اذا تروح على ايران، اتحداك يطلع حدا يقول لك اني فارسي من اي القوميه والله صعب الفارسيه. صعب، روح للقرى ولا يقول له انت شو مو فارسي. انا بتقن الفارسيه بطلاقه يعني، مثل ما بتقن العربيه ومثل ما بتقن الكرديه. اروح اقول له شو مو فارسي، يقول لك ها فارسي. فارس كان لا توجد كلمة فوق قومية اسمها فرس، وهي معلومة للجميع. هناك اللغة الفارسية وهناك إقليم فارس، مقاطعة فارس جنوب غرب إيران. روح للأفغان يقول له أنت فارسي والله يذبحك. روح للبلوش يقول له أنت فارسي والله بيحط سكينة على رقبتك. يروح للطاجيك يقول له أنت فارسي شو يعمل فيك. روح للمازندران يقول له أنت فارسي. هاي الدعاية من وين جايبينها؟ ما أنا ما بعرف. دعاية بتلوكوها ليش؟ لأنه نحن الكرد درسنا في مدارس عربية وتعلمنا من العرب فرس فارس فرس فارس فرس فارس. هذا دماغنا الديركو تبعه مضروب. مع انه هذه الحرف، هذا الحرف الفاء بهاي التسميه ما له اي وجود. لا، طيب اسمها يا القديم، اخي، اسمها القديم فارسة. شوف اسمها استاذ، في طيب انا اتحاد بدي الساسانيين اسوي فارس. محامي المنادين بالقوميه نعم. الفارسيه، انه اكو شيء نعم. اسمه قوميه فارسيه. بدي اياك، انا انا بدي اياك تصير فارسي اكثر من انا الفارسي. انا الان اصير فارسي يابا. هذا عندك بالتوراه، إيه. ب شو اسمه بسفر استير، مهم. تلاحظ انه من يحكي عن اخشورش او اخشوروش، انا ما اعرف اذكر الاسم كما هو، بعدين صح لي مو مشكله. وهي الكارثة، احنا لسه بنقرا. يعني يلا. من يتناولونه يقول وقعد مع، يعني كان جالس مع ملوك وامراء وجيوش ماد وفارس، ماد وفارس، يحاول يفرق بين المجموعتين يعني. نعم. ايضا، ولا اقول لك نخليها من بعد، كيف تجاوب على هذا الموضوع؟ اولا عشان قبل ما تنتقل للعهد القديم اللي بيحكي عن الملك اللي بيسموه احشويروش خشايثرا اسمه باللغه الاريه، قبل لا تروح هناك لازم ترجع للميديين. يعني بيصير تنط السلم من تحت تطلع لفوق من غير ما تمر بالسلم، يعني ما يصير. شو سوبرمان احنا ولا احنا سبايدر مان؟ خلينا نحكي عن الميديين. مين هم الميديين؟ طب كان في فرس ايام الميديين؟ نعم كانوا موجودين، ولكنهم كانوا تابعين لدوله اسمها ميديا، مادة اسمها مادة، وملوكهم الأربعة مشهورين. آخر ملك دولة كانت لمين؟ ميديا. ميديا إيش؟ إمبراطورية. إيش بيسموا نفسه؟ شايف ريال. نعم حبيبي بيان، بيسموه أحشويرش. تخيل. هيك هذا بيلف راس الكردي ديلكو. أنا بيهمني شعبي ما بيهمني الآخر. طيب تقدر تفسر المفردة يعني؟ تقدر تشوف طبعا خشاة ثريا، يعني الملك خشاة احنا شو بنقول هسه؟ خشاة. طبعا يعني هذا خشاة. بالتكتيك. فرق بين لغتك ولغتهم 3000 سنة، فهو يقولوا خشاة ثريا يعني شاه المدن يعني. فالمهم المهم
فهذول الميديين سووا اول امبراطوريه في تاريخ الاريان قبل الاغريق. هذا الكلام اول امبراطوريه بيعتبروها للهند واوروبيين، حتى امبراطوريه مادا، امبراطوريه اللي بالاغريق يطلقوا عليهم ميديا. 4 ملوك هم، 4 ملوك. اخرهم مين؟ وفي هاي الفتره بارسا بالجنوب تابعه من ملكه كمبوجيا اللي بيسموه قمبيز. مش هذا قمبيز اللي راح لمصر، هذا قديم، هذا كان بس ملك فارس بوقتها، ملك بارسا، ملك فارس. اوكي، الملك وكان تابع للميديين، يعني فاسل يسموه بالانجليزي، وبالاتحاد الميدي. يعني الميديين وحدوا القبائل. وشو اللي سووا الميديين؟ وحدوا القبائل الزاغروسيه، وحدوا هاي القبائل الزاغروسيه 7 8 قبائل وحدهم. مين وحدهم؟ يعني افهم منك انه نفس البارسيان هم من قبائل الزاغروس. يعني ما احنا قلنا يا استاذي، ما احنا قلنا كان منطقتهم في سنندج، هم من هناك، من الآريان، من شعب الآريان. ونزلوا لما خلت عيلام، سقطت دولة عيلام، هاي العشيرة نزلت لتحت وعملت لها مملكة في أنشان، منطقة أنشان اللي سموها إيش؟ شالوا اسمه القديم من هناك، جابوه معاهم وسموها بارسا ونفس الشيء، نفس اللفظ، بس هاي بالآشورية، هاي بلغة الآريا سموها بارسا. ما هم جاوا من هناك. كانت واحدة من الاتحاد القبلي الميدي، صح؟ نعم. هم ما يذكر هيرودوت انهم واحد من هيرودوت فاهم التاريخ غير شكل. 6 قبائل في الاتحاد، قبيلة منها نعم. هي نعم، هاي قبل بس بارسا متابعة لهاي القبائل. هاي القبائل الزاغروسية الشمالية اللي هم قبائل منطقة مادا، اللي هي مادا الكبرى، اللي هي كردستان وأذربيجان وبلاد الري. هذه هي ميديا الكبرى والصغرى يسموها. فجمع هاي القبائل كلها وقالوا لهم عمي تعالوا، احنا آشورين طايحين فينا، كل سنة بيجونا بيقتلونا وبينهبونا وبيسرقونا. مين هذا؟ هذا ديهيوكا. ايش معنى ديهيوكا؟ اللي نسميه دياكو، بالكردية بنسميه دياكو، هو اسمه ديهيوكا. ما راح تفهم العلاقة بين كلمة ديهيوكا واللغة الكردية إلا إذا نطقتها ديهيوكا. ده يعني إيش بالكردية لحد الآن؟ ده يعني قرية، وإحنا نقول ده. وإيلام سألتني قلت لك اسمها ديبالا. كان اسمها قرية كبيرة كانت اسمها ديبالا، يعني ده العليا. يا أستاذي يا عزيزي، عافية بيار. ديهيوكا يعني الرئيس الإقليم. ديهيوكا يعني ده يسموه قرية كبير المدينة. لأنه شوف، حتى يعني إذا تذكر بالقرآن يعني يقول لك، يقول إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها قرية، يعني قرى كبيرة، ما كانت في مدن ضخمة في وقتها. لا هي يعني كانت تسمية، يمكن القرية والمدينة ماكو فرق. نعم ما في فرق. لا وأنا على رأيي حتى مدن ضخمة كبرى وقتها ما في مدن ضخمة كبرى في بلاد زاغروس. هاي بلاد جبلية يعيشون فيها القبائل والعشائر الآرية منذ الأزل، يعيشون فيها القبائل الزاغروسية ولحد الآن. ليش نحن بنقول كردوارينا؟ هذا مو جاي من اليوم اللي بعض الأكراد يستعرون منها والله بدو الفرس، هاي بعدين نجيها. حياتنا الكردواري اللي تمتد آلاف السنين إلى قبل في جبال زاغروس. هم نفس هذول القبائل الكردوارية اللي وحدهم دياكو وجعل منهم أمة، وبنى لهم مدينة أكباتانا همدان العظيمة، اللي هيرودوت بيقول إنها كانت أعظم مدينة شافها بحياتي، عندها 7 أسوار، كل سور بلون شكل. هو على موضوع الحقيقة، على موضوع قصة البداوة، خلينا وأيضا في السبق يعني أنا وأنت ناقشنا هذا الموضوع، نريد نذكر به إنه أنت قلت لي إنه، أو خلينا نقول اتفقنا على أنه النموذج الحياة الكردية تتشكل من مثلث، مجموعة قبائل كردوارية تسكن ما بين المشاكي شوف يا حسين، شوف أنت يا حسين كرمانجي، معلش يعني أنا بتعرفني زي السيف. شوف أنت كرمانجي، وكم كرمانجي بالله يعرف كردواري؟ يا كرمانج بدي هسه استفتاء اسوي لكم، كم واحد منكم يعرف كلمه كردواري في اللغه الكرمانجيه؟ على فكره اهل لا امير شعراء الكرمانج
مين أمير شعراء الكرمانج؟ أحمدي خاني. يعني مين الملك؟ ملاي جزيري. شو بيقول في ماموزين، في مطلع ماموزين؟ شو بيقول؟ شيكوا، روحوا شيكوا يا كرمانج، يا أيها القسم الأكبر من أمة الكرد اللي ما بتعرفوا شو معنى كردواري في لغتكم. أحمدي خاني يقول كرمانج وكوهي وكناري فانشان خبري كردواري. أحمدي لا خاني لا، صاحب حسب ماموزين يقول وانتم ما الكردواني بتعرفوا شو يعني. معنى انا كردواري. شفت اهل زاغو ودهوك يستخدموها كما هي يعني. وخاني استخدمها، خاني امير شعراء الكرمانج الكرد يقول كرمانج وكوهي وكناري. انا كرمانجي كوهي من الجبل وكناري والسهل اللي جنبه. فانشان خبري، هذا ملحمة ماموزين يقولها، فانشان خبري الدكور دواري. لان خاني عايش قبلكم ب 300 400 سنه، فصيلته بكرديته بلغته الكرديه الاقدم. هذه الكلمه موجوده. لنكمل موضوع خلينا نقول نموذج الحياة الكردية. هي قبائل تتنقل بين المصايف والمشاكل. نعم، كردواري. عندنا قرى زراعية، وعندنا الحاضرة أو العاصمة ذات الأمير أو الملك يلي فيها مدنية بكل قبائل لا تنشئ الأمم وتنشئ الإمارات وتنشئ الملوك وتنشئ الممالك وتعيش في أكبر المدن وتعيش في كل، وفي كردستان أيضا توجد مدن. كان في مطلع ردنا على أستاذ، أتمنى شوية تبعد عن الكاميرا على مود بعدين ما تكون يعني بس حيطلع وجهك. إيه، فقصدي إنه هذا النموذج، نموذج الحياة الكردية سواء بأشكالها الثلاثة اللي لها علاقة بالرعي، وهي أصلا نطق حضارية وليست بدوية مطلقة كما عند الأخوة العرب وغيرهم من الشعوب يعني. لا. يعني يذهبون إلى مراعي ثابتة ويتثبتون فيها. وحتى أنا يعني حسب معرفتي كان عندهم في هذين بين المصايف والمشاتي عندهم زراعات معينة بالإضافة للرعي. نعم. وعندنا قرى كاملة للزراعة تزرع. وعندنا العاصمة زي اللي مثلا اليوم نسمي آمد أو آميدية. نعم. آمد يعني حاضرة، هاي ترجمة حرفية من العربية يعني. خلينا نقول آمد يعني الحضور أو الحاضر. نعم، آمد يعني الحضور، يعني جاء باللغة البهلوية. آمد يعني جاء يعني حضر. نعم. فإذا تفضل احكي لنا عن هذا النموذج المدني، أو خلينا نقول نموذج الحياة، واللي راح تكون فيها أشكال عديدة. نعم. أولا في الأصل، نعم، كما يصفون السومريون. إذا بتشيكوا السومريون، السومريون يصفون الجوتيين، شعب الجوت، بأنهم شعب جبلي يعيش على رعاية القطعان. وعندما الجوتيين غزوا ظان، نعم، عندما الجوتيين غزوا بلاد سومر جلبوا معهم قطعانهم، والسومريين صاروا يشتكون انه عندكم قطعان كثير وبتاكل زرعنا وما بعرف شو. فنحن اهل الكردوادي منذ القدم، منذ العصر السومري، والسومريين مثبتين هذا الشيء. ما يعجبك يا كردي انت بكيفك، روح صير تركي. بالترك كمان بدو، بدك تصير عربي، بالعرب كمان بدو. وين بدك تفلت، وين بدك تهرب؟ هو كيف انت ما نحن هم ناقشنا موضوع انه بعد 1200 قبل الميلاد وبعدها صار عندنا النموذج نوع من العودة إلى الرعي بعد تهدم الحضارات. نعم نعم حضارات نعم نحن أهل زاغروس أهل الكردواري. إيش هو الكردواري الذي تكلم عنه في خاني؟ وسأعيد لكم المقطع أيضا نكاية بالبعض. كرمانج مكوهي وكناري وانشان خبري الكردواري. من هم هؤلاء الكردواري؟ من هم الذي تحدث عنهم خاني، وتحدث عنهم السومريون، وتحدث عنهم العرب، وتحدث عنهم كل، حتى يمكن في هونولولو ذكروا. كردواري هو ببساطة القبيلة الكردية، العشيرة يا إخواني نحن أهل قبائل، شيكوا أسسكم، كلكم أبناء قبائل ترجعون إلى قبيلة. هذا يعني لا. طيب أنا سؤالي هو المناطق التي تنسب إلى الفرس ألا يعني ليس عندهم رعي؟ وأيهما أشد لمفردة البداوة؟ يعني خلينا نقول الجغرافيا الكردية هي بالمعنى العربي، خلينا نقول
بالمعنى العربي وليس بالمفردة الكردوارية الكردية اللي نعم. هل الجغرافيا اللي تنتشر فيها من يزعمون أنهم فرسان اليوم هل هي أقرب للبادية ولطبيعة البادية بالمعنى العربي أم الجغرافيا الكردية الجبلية؟ يا أستاذي في أرجوك قلبي في إطارها ما في اطار، ما اطار ليش بتحط لي اطر؟ انا بجاوبك من مصادر تاريخيه يا استاذي، لا انا ما بجيب. انا قلت لك بيت أنت زرت إيران أليس كذلك؟ كيف؟ أنت زرت إيران الحالية؟ لا ما زرتها صراحه، ما زرتها لا والله، بس اعرفها جيدا وانطق الفارسيه بطلاقه، لكني ما زرتها. الجغرافيا اللي طبعا الجغرافيا متوفره للجميع. ما تسمى بفارسستان مثلا او لا المناطق تسمى بفارسستان، لا تزال هي محافظة تسمى بمحافظة فارس. أوكي. وهي أكبر قليلا في العصور القديمة. شوف، من يعيش في منطقة فارس، في فارس، هذه منطقة فارس، هم قبائل الكردان، تاريخيا يسمونهم قبائل الكردان، ومنهم العشيرة التي خرج منها أردشير بابكان التي أصبح مؤسس الدولة الساسانية. يا أخي في الأصل نحن عشائر، ولكننا ننشئ قرى وننشئ مدن ونعمل مدن ونحكم ونبني إمارات ونبني دول ونبني إمبراطوريات، حالنا حال أي شعب آخر في العالم. ما هذه قال عندما الطبري قال الأكراد بدو الفرس، فهو ما قصد ما تفهمونه أنتم اليوم. الطبري كان هو أصلا عالم إيران شهري وعالم إيراني وعالم طبرستان، يعني من مازندران، ومازندراني، لكنه مسلم، ما يقدر يستخدم كلمة إيران بمعنى الآريين، وإيران شهر، لأن هذه الكلمة أصبحت محرمة في الإسلام، تدل على الجاهلية، تدل على إيش؟ الجاهلية. فكيف يذكر إيران؟ لأن إيران مرتبطة بالدين الزردشتي هكذا، إيران شهر مرتبطة بالدين الزردشتي هكذا، وهم يسمون الدين الزردشتي مجوسي، دين مجوسي. فكيف أنت الطبري صاير مسلم وبتكتب باللغة العربية راح تقول إنما الكردواري مال إيران شهر أو مال الإيران؟ كيف ستستخدم الكلمات العربية؟ لأن العرب هكذا يفهمون، يقولون إنما الكرد بدو الفرس، هذه هي. والعرب أستاذ حسين في أشياء أنتم ما تعرفوا. العرب لما اجوا شافوا قبائل الكردان في الجبال استغربوا، دخلوا معهم في حروب كبيرة جدا في الفتح الإسلامي، فاستغربوا من هؤلاء الذين يعيشون في الجبال، يعيشون في الدشت، يعيشون في البرية، في الخيام، وعندهم قطعان الخيول وعندهم قطعان حيوانات. فاستغربوا من قالوا هذول لا يمكن أن يكونوا من أهل هذه البلاد، هذول لابد أن يكونوا عرب صعدوا الجبال واستعجموا، لابد أن يكونوا عربا واستعجموا. هكذا نظر العرب إلى الكرد. فتتخيل سووا مسابقة، قالوا هذول لابد عرب مستعجمين، هذه نتيجتهم اللي توصلوا لها. عاد العرب تعرف العرب مو شعب واحد، العرب شعبين، العرب عدنان وقحطان، او يقولون مضر وربيعه، ويقولون الشمال اليمانيه هيك. فالقحطانيه قالوا لا هذول منا، هذول ولد كرد بن صعصع وما بعرف ايش. العدنانيه قالوا لا هذول من بني عامر، عدنانيه من عندنا. اختلفوا. هل الكرد عدنانيون؟ هل تتصور؟ عندي هم سؤال آخر يعني. نعم. هذا التاريخ المشترك المديد ما بين الفرس والكرد. نعم. أو يعني أنت يعني حسب ما تقول إنه ما بيج، هل الأخمينيين فرس بالمعنى القومي اليوم؟ لا أبدا إطلاقا. كيف هم فرس؟ هم آريان، جنسهم هو آريان، ولكنهم من سكان بارسا، فهم البارسيان من سكان، وهم والميديين جنس واحد يا أستاذي يا أخي، افهموني. هيرودوت كيف نعرف هذا الشيء؟ كيف عرفت يا مشتاق؟ اسألني كيف عرفت انهم جنس واحد واصل واحد ودين واحد؟ اسألني لأجاوبك. هيرودوت بيقول هيك بالمفتشي بكتابه التاريخ، اسمه ايش؟ The Book of History، اهم مصدر تاريخي في التاريخ،
هو اللي فقط اللي يحكي عن الميديين والفرس هذيك الأيام القديمة. فيقول الميديين كانوا يطلقون على أنفسهم آريان. إيش مسمين نفسهم؟ آريان. طيب الفرس إيش كانوا بيطلقوا على أنفسهم؟ ما هي مكتوبة في نقش بيستون، في نقش بيستون على قبر داريوس في باسرقدة، مكتوب لما بيوصف يقول أنا آريا، أنا آريا، أنا ملك فارس، أنا فارسي، يعني قصده من أنا جنسي آريا يا أستاذي العزيز. هو بيقول أنا آريا، يعني بنيجي نصلبط على لسانه. الميديين يقولون نحن آريان، والفرس بيقولوا، أهل بارسا بيقولوا نحن آري. وهذا كمبوجيا أعطى بنته لآخر ملك هو أستياق الميدي، اللي منه إجا مين؟ باني دولة الهخامنشية اللي هو مين؟ كورش اللي يسموه سايروس العظيم. كلمة كرش عارف كيف تكتب في المصادر؟ مكتوبة كرو. الفرس نفسهم يعترفون، بيقولون هذا كورش معناه اسمه ما له معنى إلا باللغة الكردية يا أستاذي. ابن، وهو بالأصل يعني ابن الحصان. المهر هو كرق، ولا كرق. والكرد والميديين من عشقهم هم أهل الخيول يعني، وكثير من أسمائهم يدخل فيها كلمة أسب. كثير من أسمائهم يدخل فيها قشتاس ومشتاح، كلها فيها أسب، يعني كانوا يفتخرون بالحصان. فاسمه يعني مهر كرش. والفارسي ما بيقول كر للولد، بيقول بسر، وبيقول أشياء ثانية. فإحنا يعني اسم كرش منه بسر. طيب يعني سؤالي الآخر هو عن أماكن انتشار الإمبراطوريات الإيرانية. يعني بالفعل هذا شيء غريب، يعني الآن يعني ولو أنه الأشياء تحدث عبر التاريخ، الآن نحن لما نروح على موسكو على سبيل المثال أو القرم، نعم. نلاحظ وجود لقبائل تترية موجودة، رغم أنه العملية صار لها آلاف السنين يعني. نعم. أو 1000 سنة على الأقل، خلينا نقول أقل. نعم. الآن لو نشوف الإمبراطوريات الإيرانية مثلا، هي كانت منتشرة في الأناضول، في كل ما تعرف ببلاد الشام يلي هي الدول الأربعة اليوم، في مصر واليمن وحتى العراق. لا نجد عائلة أو قبيلة تزعم أنها فارسية. طبعا لحظة، بينما نجد يعني الكرد، نجد 11 قبيلة في الأردن. نعم. تقول بأنها من أصول كردية، واليوم هي مندمجة مع الأخوة العرب. نعم. عندنا مثلا في لبنان يوجد تواجد كردي قديم، يعني حتى العائلة اللي تحكم الدروز، يعني عائلة جنبلاط، نعم. يعني في وثائق كمال جنبلاط يقول نحن من أصول كردية. نفس الشيء تجد في دمشق، أو إما تجد قبائل تقول أنها كردي، أو عيل تقول بيت الكردي أو عائلة الكردي. في مصر، في اليمن هناك قرى تزعم أنها كردية. في كل هذه المناطق لماذا لا نجد، أو ما هو تفسيرك يعني أنه في أماكن انتشار الإمبراطوريات الإيرانية اللي يقال أن يعني بكل بساطة أي حدا باحث من الأخوة العرب أو من الكتاب العرب بكل بساطة يسوي لك إياها فارسية، يعني هاي الإمبراطورية الساسانية الفارسية الإخميمية. العادة منهم من العرب، وصرنا نفكر زيهم. فلهذا وإلا جواب سؤالك هو بسيط، لأنه لا توجد قومية اسمها قومية فارسية. يعني إيش؟ أكتبها قطعة أعلقها وراي، لا توجد قومية اسمها قومية فارسية. هاي تسمية يطلقها العرب على الأمم الإيران شهرية الآريائية، والكرد منهم، والبلوش منهم، والمازندراني منهم، والأذربيجاني منهم، أعد لك كمان، والأفغان منهم، والطاجيك منهم. هذه كلها أمة. هاي الشعوب الآريائية في وقت من الأيام كانت تسمي نفسها آريان. لا يوجد شيء اسمه قومية فارسية. هذه كلمة مستحدثة من العرب، نحن أخذناها منهم وبطنا نستخدمها. فطبعا كل التاريخ عندنا يصير ملخبط. طيب الآن سيخطر ببال المشاهد الكردي، نعم، وقد يفهم منك خطأ، ولهذا أريد نعم صلح لي تشرح. يعني لا، نعم. قد يفهم منك خطأ. نعم. أنه
عندما يعني تتحدث عن نفي للقومية الفارسية وتتحدث من الناحية التاريخية عن إيران، سيخطر بباله كثيرين من ذوي العقول، خلينا نقول الصغيرة، أقول لك أنت معناها ضد شيء اسمه كردستان بالجغرافيا التي نحن نزعم نريد بناء دولتنا عليها، أو نزعم أنها أراضينا التاريخية، أو هي العصب أو هي العمود الفقري للأمة الكردية. كيف يعني؟ مش فاهم كيف، مش ما فهمت أنا سؤالك بالضبط. يعني يقول لك فإذا أنت تدعو إلى الإيرانية، راح ينفهم من كلامك أنه أنت تدعو إلى شيء اسمه أمة إيرانية وتنفي الأمة الكردية بهذا المعنى السياسي. سياسي يعني لا تأخذي، أنا ما دا أحكي لك عن نفسي يعني. أنا أقول لك هذا اللي راح يفهم منه. طيب بسيطة. نثبت فشل هاي النظرية، فشل البائس وبؤسه، لأن اللي يطرح هذا السؤال هو إنسان بائس، حتى سياسيا هو بائس، لأنه الجواب بسيط. هاي روح على دولة أفغانستان، هي جنة، أوكي؟ روح على دولة قائمة بالأمم المتحدة لكيان سياسي، وهم آريائيين وإيرانيين، وإيران شهريين وآريائيين. طيب روح على طاجيكستان فوقها دولة آريائية، روح احكي لهم فرس والله يذبحوك، ما يقبلون. حتى لغتهم ما بيسموها فارسية، يسموها زبان دري، اللغة الدرية. هاي فارسية من وين جبتها؟ طيب احنا الكرد جزء من الأمة الآريائية القديمة، ايش هذا خصه بأن ننشئ أنفسنا دولة اسمها كردستان، كيان منفصل سياسي عايشين فيه؟ هي ايش اصل المسألة الكردية؟ هاي الجزء، هذا الجزء من أهل زاغروس، هذه القبائل، هذه الأقسام، كرمانج، غوران، هذول منضمين مع بعضهم، عندهم فكرة في راسهم، وهم كلهم يسمونهم كرد، وعندهم فكرة في راسهم ان بدنا نصير دولة. اللي بيرضى اللي ما بيرضى في يوم من الايام راح يصير دولة. ايش علاقة هذا بتاريخك القديم يا اخي؟ اظن انه هاي النقطة وصلت استاذ. في سؤال أرجو أن تكون وصلت لذوي العقول البائسة، لذوي العقول التعبانة، اللي حتى ما بيعرفوا ايش هي السياسة. ايش خص السياسة بتراثك، بلغتك، بتاريخك؟ ما هو انت اذا قطعت نفسك عن الآريائية وعن الإيران شهرية، فانت يعني تنكر ميديا اصولك، صح؟ طيب لأن الميديين كانوا بيطلقوا على نفسهم آريان، فلا تجيب طار الميديين معناته تشطبهم من تاريخك. ونشطب الساسانيين، ونشطب الأشكانيين، نشطب تاريخنا ونسوي لنا تاريخ جديد. يسألك شاب من الأودينز يقول لك نعم إنه إذا لماذا هذا الفارق الكبير حسب رأيه بين اللهجتين الكردية أو اللغتين الكردية والفارسية؟ لا يوجد فارق أقرب. هذا أيضا استنتاج خاطئ، لأنه لا يعرف الفارسية. من يسأل هذا السؤال هو شخص لا يعرف أي شيء عن اللغة الفارسية، ما يعرف اللغة الفارسية. يعني تكاد تكون إحدى اللغتين لهجة للأخرى برأيك. أقرب لغة للغة الكردية في العالم هي اللغة الفارسية. إيش هو بكيفه؟ أنت يعني نجيبها على البساطة. أنت حسين كرمانجي، لما تسأل واحد عن اسمه تقول له نافيتاتشيا. أنا كالوري ناوتو تشاس. السوراني ناويتو شيا. الجوراني نامي تو شيان. الفارسي ايش بيقول؟ نامتو شيا. وين الفرق؟ وين الفرق؟ الفرق في اللهجة مش في القواعد. نامتو شيا. ومرات بيقولوا يستخدموا الاسم العربي. هي الفارسية اللغة هي كثير يعني داخلة فيها كلمات، مرات ما بيقولوا نام، بيقولوا اسم توتشي. تخيل. طيب عندي السؤال يعني نحن بلشنا بالأسئلة الأخيرة يعني. نعم. عندنا نقش بيستون. نعم. يعني نشوف اللباس ما بين القبائل اللي يفترض هي الأقرب للكردية. نعم. والقبائل اللي نحن نقول عنها فارسية. شوف الهدوم تختلف، وأيضا مثل ما قلت لك، مثل ما قرينا بالعهد القديم، يعني عملية الانفصال أو خلينا نقول تنشئة أمة فارسية تصير، يعني يقول لك ماد وفارس. وبالصورة نشوف نوع من الاختلاف بالهدوم. الهدوم اللي هي من جهة، يوم تشوف النقش، الهدوم اللي من جهة
اليسار، واذا كنت تطلع عليه من هاي الناحيه تشوف هدوم كرديه موجوده الى اليوم الناس تلبسها، بينما تشوف بالجهه الاخرى هدم، لا وهذا تصير يعني مثل الدشداشه. اشياء صح. ثقافيه. الملوك أنا جوابه بسيط أيضا جدا. أهل زاغروس منذ القدم يلبسون الشروال، والعاد تشوفه في صور الميديين. صور الميديين لابسين شروال وفي فوق وهيك، ولابسين القبعه تبعتهم. هذا اللبس الكردي الباقي عاد نلبس الشروال. يعني في نوع من الرداء فوق الشروال، هو اللباس بينما تجي تشوف ملابس الفارسيين البيرسيانز، لا البيرسيا لا لابسين مثل الدشداشه ولابسين قبعه هيك مزخرفه. السبب بسيط، انه لما نزلوا من بارسوا وسكنوا في منطقة أنشان، وهم صاروا عائلة آريائية حكمت العلاميين. الشعب اللي حكمهم البارس ليسوا آريائيين صرف كلهم، وإنما الغلبة أكثرهم كانوا العلاميين الذين يسمونهم خوز، وبلادهم يسمونها خوزستان. سقطت الدولة العلامية، لكن الشعب العلامي باقي. من حكمهم؟ لم يحكمهم علاميين منهم، وإنما حكمهم هؤلاء الآريانيين الجدد الذين جاءوا من منطقة بارسوا، وهم بارسيان الفرس. تبنوا لأن هاي الملابس اللي لابسينها هي ملابس العلاميين يا أستاذ العزيز. نعم. يعني أنت تريد تقول لي يعني الاختلاف وهذا كلام يبدو ما راح يكون جميل، لكن لا قول المثل الأقرب قول كل شيء يخطر ببالك. أرجوك يعني. مقاطعة دقيقة، نقطة ضبط. إخواني اسألوني أي سؤال يخطر في بالكم، مثل ما أنا ما برحم أحد، لا حدا يرحمني، لا حدا ترحموني أبدا. اسألوني كل ما يخطر ببالكم. أنا هنا بتكلم بالعلم، بالمصادر العلمية، ما عندي شيء أخبيه ولا عندي شيء أبالغ به، ولا بدي منكم شيء ولا أنتم بدكم. بدنا نفهم بس. اسألوني أي سؤال بدكم. يعني قصدك أنه الاختلاف الموجود بين الفرس عبر التاريخ والكرد هو أشبه بالاختلاف بين مثلا اليكيتي والبارتي، عائلة الطلباني أو عائلة البارزاني مثلا، على هذا النحو يعني. طيب أنا ما راح أجاوبك على سؤالك، هون دخلنا في السياسة الغميقة. لكن راح أقول لك شيء. أقول لك شيء يا أستاذي. مين آخر ملوك ميديا؟ جماعتنا، خلينا نقول جماعتنا. مين آخر؟ أستياك. القصة اللي بنعرفها واللي بيرويها هيرودوت واللي بنقراها أيضا في النقوش البابليين كمان كتبوا عليه. ايش بتقول القصة؟ انه اخر هذا الملك عنده بنت اسمها مندانا بنته مندانا. اعطاها لمين؟ اعطاها لكمبوجيا قريبه، ملك ايش؟ ملك انشان، ملك فارس. كمبوجيا، من هاي الزواج بين كمبوجيا ملك انشان ملك فارس ومندانا، مين اجا كورش الهخامنشي. كورش الهخامنشي من طرف ابوه هو هخامنشي من اهل بارسا، ومن طرف امه هو ميدي من عائله البيشداديين هذولا. فهمت علي شو بقول؟ فهمت علي؟ وهذا هو منشئ الدوله الاخمينيه، يسموها الدوله الاخمينيه، اللي ورثت الدوله الميديه، اللي بيقولوا انه ما كانت في حروب، الميديين كلهم صاروا ويا كورش، بيحبوا كورش، هيك التاريخ بيقول. شو بدنا نعمل؟ مشان ما ابعد كلش، اسال الاشكاليين شنو وضعهم؟ لا الاشكاليين موضوع الاشكاليين هم الفارسيين اللي اجوا. الاسكندر وراها اجوا وقضى على الميديين وقضى على الفارسيين. الاسكندر قضى على الدوله الايرانشاريه كلها. ظهور الاشكاليين، خلينا نقول هسه احنا يعني اليوم نحكي عن الاخمينيين او المجموعات ما احنا بدنا نعرف بالقديم مين من مين يعني. بس لا باس، اي سؤال تلقى عندي اجابه. هو يعني الاشكاليين نقدر نقول هم ايضا من المجموعه الاريه او من ضمن التحالف الميدي القديم، خلينا نقول يعني من سلالاتها او من وراء. نعم، مليون بالمية. يعني مذكوره انه في هو خشتراء اللي دمر الدوله الاشوريه ايضا ضمها كل هاي الاجزاء له. ضم له منطقة برثوة. فهو إيش لقبه؟ إيش الملك الميدي كان بيلقب نفسه بإيش؟ خشايثرة، خشايثيا أو خشايثرة، يعني ملك. خشايثيا مادة، ثم يقول خشايثيان، ملك الملوك. كل هذه الملوك الصغار كانوا تحت إيده، تحت إيد الملك الميدي. فالأشكان
ومنطقتهم برثة وهي في الشرق، شمال شرق إيران، خلينا نقول في المناطق اللي هي حسه خراسان خوارزم سمرقند بخارى. هاي المناطق كانت مناطق الأشكانيين أو البارثيين. زين أستاذي. فبعد ما أجى الإسكندر وغزا وقضى على الميدين وعلى الأقامنشين، وكان بده يقضي على الدين الزردشتي نهائيا، يمحي شيء اسمه ثقافة آريائية من الوجود. وهذا معروف سياسة الإسكندر. لما مات الإسكندر مين خلفوا على حكم إيران والشام والعراق؟ سلوقس الضابط تبعه. فسموا هاي الدولة بالدولة السلوقية. هاي الدولة السلوقية كانت دولة ضخمة. البارثيين اللي هم الأشكانيين في شمال شرق إيران، واللي هم الشعب آريائي، واللي أنا بترجم لغتهم في النصوص البهلوية، يعني هم هذول لغتنا تشبه اللغة البارثية أيضا. هذول هجموا وهدموا دولة سلوقس وأسسوا الدولة البارثية الضخمة في اتحاد كونفدرالي ضخم لكل الشعوب الآريائية، وأيضا كانوا زردشتيين. وبعدهم جسات، ومثل سيرثهم الساسانيون، أليس كذلك؟ نعم، أردشير بن بابل. الساسانيين الذين تقول عنهم أنت وكثير من المصادر الحقيقة، بما فيهم الطبري يعني، وحتى الكثير من الأدلة. شواهد. أنا سويت حلقة كاملة موجودة على القناة، نشرتها في صفحتي الخاصة. إذن يعني ختاما، وهذا كلام خطير، سأكون منحازا إلى الكرد كما كنت يعني محاميا. أظن أني كنت محامي جيد عن الزعم بوجود قومية فارسية أو فارسية ما موجودة. موجود أهل البارسيان يتحدث عن الموارد البشرية. يعني في حال سلمنا بوجود دولة أو أمة فارسية في محافظة فارس حاليا. نعم. نصهم باختيارية، مش فرز، نصهم باختيارية لور. ايوه سلمنا. طيب سلمنا، ماشي، سلمنا. هل الموارد البشرية لهذه القبيلة أو هذه المجموعة البشرية، هل مواردها البشرية هي بنفس كفاءة الموارد البشرية للأمة الكردية الحالية؟ انت ايش بتحكي؟ نحن الكتلة الأكبر من الأمة الآرية، نحن سكان غرب زاغرس بأكملها، بس الكرمانج بيطلعوا ضعفي ألف. شو بتحكي انت يا أستاذ حسين؟ إذن يعني احنا ما عندنا دولة تعدنا ولا نحن شعب كبير ضخم جدا. مواردنا شو مواردنا؟ عندنا دجلة، بس دجلة والفرات بيمروا من أرضنا، بس دجلة والفرات. الموارد البشرية يعني المجموعة البشرية. نعم، نحن شعب كبير، لكن ما في عندنا حكومة تحسبنا، ما في عندنا. ما بس انت شوف خريطتنا، شعب ضخم كبير جدا، نمتد من عند سواحل البحر الابيض نزولا الى الخليج. شو بتحكي؟ يعني طبعا نحن ضخنا، يعني ما حدا هو هذا السبب ما حدا راضي يعملوا لنا. لا تخلينا نفوت في السياسه، هاي السياسه والبوليتكس معروف. احنا شعب قوي، ولو توحدنا والله ناكل العالم كله. اذا باسيل نيكيتين بيقول لو هذول العشائر الكردان والقبائل هاي لو توحدت راح تاكل. باسيل نيكيتين يقول، المستشرق الروسي، هذول الله ما هذول لو يتوحدوا راح ياكلوا العالم. انا ما نحل حرب احنا وبنولد، احنا عندنا اولاد كثار. الواقع غير مبشر بالمطلق، مشان ما الواقع بسبب اشياء اخرى نحن كلنا نعرفها جيدا ولا داعي لان لا أقلل كما تقول. انا حسب ما فهمت منك في معرض هذه الحلقة حول الفرس والكرد، من كرد وفرس كي تاريخ يقول نحن ذكرنا في بداية التاريخ قبل أن نذكر على تسليمنا مجازا وتجاوزا عن كل البحث العلمي الذي حدث اليوم بعد التسليم. إذن الفرس لا يتجاوزون أن يكونوا هم من الكرد وليس العكس. هذا واحد، ولغتهم هي واحدة من لهجات الكرد إذا أخذنا
العدد الكبير أو أخذنا المسار التاريخي. أنا هذا الذي فهمته منك، فكيف أعطيك مثلا بسيطة يمكن عليه. لا أطولك كما لا تقول. لا، خليني أعطيك مثيل بسيط. قبل 200 سنة، ما نروح بعيد، كريم خان الزند اللكي الكردي من عشائر اللك، من أهل ملاير، أنشأ دولة ضخمة، هي الدولة الزندية، وامتد وحكمه من مناطقنا من كردستان جنوبا إلى مكران، ومن ضمنها منطقة البصرة أيضا في العراق. تعرف أين نقل عاصمته؟ إلى أصفهان. أصفهان كانت عاصمة الدولة الزندية. أين كان الفرس في وقتها لما عندنا دولة لكية كردية تحكم إيران بأكملها؟ يا أستاذي العزيز، خلينا يعني هذا تاريخ، انتم شيء الف باء التاريخ ما قارنه. إذا هاي الدوله الزنديه يعني الكرديه حتى حكمت الموارد إيران البشرية، خلينا نقول الموارد البشرية بما هو موجود، يعني الناس من بعضها، خلينا نقول نرجع قديما حتى، يعني اليوم مثلا الخليج، خلينا نقول في أكبر إحصاء إذا نسوي لا يتجاوز 30 مليون عربي أصلي، مع اليمن يصيرون حوالي 40 مليون. فلا يمكن يعني أنه الأخوة الفرس يعني الحاليين أنه لا يمكنهم أن ينشئوا كل هذه الإمبراطوريات على هذه المساحات الشاسعة، والتي كانت في يوم من الأيام الإمبراطوريات الفارسية كانت على الدوام. يعني هي يعني وين هي الدول الفارسيه يا استاذي؟ وين هي الدول الفارسيه؟ سؤال، خليني اجيب لك، اعيدك من الاول. الجوتيين جوتيين اجدادنا كانوا يحكموا ايران، وراها الميدي، خلينا نقول يعني جوتيين ميتانيين كانوا يحكموا مناطقنا، ثم جاء الميديون وحكموا ايران، ثم انتقل الحكم الى اقاربهم الاخامنشيين. اقول قصدي لو سلمنا انه الموارد البشريه لهاي المجموعه اللي نحن تجاوزا نسميها اثنيه خاصه، هي مواردها البشريه لا تكفيها ان تحكم كل ايران او تكون قطبا امبراطوريا عالميا تحكم من مصر الى كل بلاد الشام. هذه كانت دول إلى الأناضول. نعم. تحاول أن تحتل الإغريق واليونان، وعلى كانت دول إيران شهرية، كانت دول إيرانية، دول زردشتية في العالم القديم التي امتد حكمها. بدأها الميديون ووصلوا إلى ليديا. في وسط الأناضول وصل الميديون. الملك البابلي نبونائيد يأتي، النصوص البابلية تقول هكذا، شيكوا كلامي يا أخوان. الملك نبونائيد الملك البابلي، وهو حليف للميديين لكنهم يرجف منهم، عنده معبد شو اسمه معبد هذا الاله الباب مردوخ، معبد مردوخ مهدم في الرها، وهذا عليه نذر انه بده يصلح في الرها عندنا بالميديين موجودين هناك، فبده يروح يصلح معبد الرها، بس بيخاف، بيقول الميديين الاشداء هناك ما اقدر هيك اروح لهم، ما اتجرأ اروح لهم. يقول المردوخ يجي يشتكي عن مردوخ بالمعبد، يعني هاي الميثولوجيا تبعته. مردوخ بيقول له ولا يهمك، انا راح اغير الميديين، اغيرهم بالفارسيين اللي هم الاخامنشيين. لهذا الدرجه كانت ميديا اول امبراطوريه، وهذول عشيره اهل بيرسيا الاخامنشيين اللي هم ايضا من نفس جنس الميديين. وراء هالانقلاب انقلاب ابيض سيطروا على ملك جدهم، يعني كورش سيطر على ملك جده، لان استياق جده ابو امه واستياق ما خلف ولد، والدوله كانت ميديه، اللي هي يعني بمعنى من المعاني يصير بنت عم ابوه. كانت الدوله ميديه، الدوله الاخامنشيه. اقرا يقول دوله الميدي، دوله فارس ومادي. والاغريق شو بيسموه الحروب تبعتهم مع اصطلاح عن فرس، يقولوا حروب الميديه. كانوا يا سيدي روح مع بعد اثينا موجود خوذه مكتوب عليها اهدي هذه الخوذة الميدية إلى الإله أثينا. هذا الإفلام اللي بتشوفها هذول ميديين اللي راحوا غزوا أثينا، ميديين، لكن حكامهم هم من عائلة هخامنش. نعم. لكن الضباط، الإداريين، القانون، اللغة، كل شيء هو ميدي صرف.
يعني كوننا نحكي انه حول الموارد البشرية، طبعا هناك يعني الأسئلة كثيرة ولا تنتهي، ربما في حلقة أخرى يعني نتحدث عنها. ما أريد، حتى شفنا المشاركات قلت، أو خلينا نقول التفاعل الله أقل. يعينهم من الساعة بقينا نجيبهم منهم. ربما يتبع تكون حلقة الأخرى عن السياق التاريخي. نعم. يعني هناك مزاعم لبعض من يقرؤون التاريخ بشكل غير جيد أو خارج سياقه، فيقولون لك يعني مثلا زرادشت والذي هو لا نجد له قبرا أساسا، وربما شخصية دينية اعتبارية أساسا، يعني خائن خان الكرد وراح هذا ذهب كلام إلى الفرس وناس تعبانين، والله ناس كثير تعبانين. فنحن ربما نتحدث عن هذه الأمور، أو خلينا نقول في الحلقات الأخرى نحكي عن السياق التاريخي. نعم. ونحن نتدارس إيران. أنا أو هنا أقول لكل كردي عليه أن يفهم تاريخه، نحن أول الآريان، نحن أول الزردشتين. أنا زرت قبر كيخسرو الإمبراطور وخسطر بنفسي، وموجود، اذهبوا حجوا إليه، موجود في منطقة قسقاطان، في منطقة دوكان جنب السليمان. يعني روحوا حجوا إلى قبر ملككم الميدي الذي لا أحد يعرف عنه شيء، تجدونه يضع ورامزدا على اليسار والشمس الزردشتية على اليمين. إيش بكيفكم؟ بالضبط. ربما نتحدث عن أنه نفس الزردشتية هي كانت عبارة عن حركة إصلاحية عن للمثرائية نفسها، واللي هما يمكن شيئان لا يختلفان. نحن نتحدث عن أطوار. كل هذه الأمور ربما في الحلقة القادمة على حسب التياسير. لا نعم، يجب أن نتحدث عن الزردشتية وما يدعونه بالمثرائية. لا أعرف ما هي المثرائية. المثرائية في روما، إيش جابوا لعندنا؟ أنا ما بعرف إيش جاب المثرائية من هناك لعندنا. المثرائية اقتبست من الأديان الآريانية اللي في الشرق يعني. نعم اقتبست، ولكن كدين رسمي هو موجود كان في روما وليس عندنا. انتشر في روما. المهم هذه نتركها لحلقة أخرى.